الجزائرية، واحد من الذين يحظون باحترام الجميع ويحظون باعتراف الجميع. يعني لما نشوف هذا الاسماء، صالح عصاد وما قدمه للكره الجزائريه وربما حتى الكره العالميه، يعني سيلقب هذا التتويج الاول هذا الموسم بالنسبه للمنافسات الوطنيه. طبعا في افضل ما لديهم، يكفي انهم عادوا من بعيد بعد ما كان الفريق لانه دار وزير الرياضه وليد صادي ورئيس الاتحاديه الجزائريه لكره القدم طبعا يتقدم لتسليم هذه الكأس. بكور، جاكمبي، مايو، سوياد، دايباش، بوصوف، عز. ونظن حتى في الشوط الثاني قدرنا نسيطروا على مجريات اللقاء. فريق المولودية عاود رجع للور بدا يلعب لي كونتر اتاك، وقدرنا يعني بفضل اجتهاد تاع اللاعبين والاراده والعزيمه باش نوليو في المقابله، وهذا الشيء يحسب يعني لو كاركتير دي جوار. و ميم طون جو فيليسيت نو جوار على العوده القويه هذه بور لو كرون ماتش كيزون فورني، ونقول المولودية مبروك عليهم صحتهم. شكرا لك. الأبطال الكأس الممتازة إذن يمرون فوق المنصة الشرفية الواحد تلو الآخر لتسليم أو تسلم ميدالياتهم طبعا في هذا العرس الكروي الجزائري. طبعا رمضان عبد اللطيف، حليمية محمد رضا، مروان خليف، أيوب غزالة، عبد اللاوي أيوب، محمد بن خماسة، زقرانة محمد، أكرم بوراس، كيبري مانويل، أمين مسوسة، بيزيد سفيان، ثابتي العربي، زكريا نعيجي، مزياني، طيب مزياني، نعيجي، زكريا، قلت دراوي، زكريا، حمزة موالي، مساوي توفيق، حميدي، كمال، مرزوقي، خير الدين، ثابتي العربي، بن حوا، أسامة طبعا، محمد أمين مسلوق، رئيس الرابطة هو الآخر حاضر في هذا الحفل، وهو واحد من الذين نظموا وعملوا من أجل أن تكون هذه النسخة في أحسن حالاتها في أحسن صورها. طبعا هي فرصة أيضا للاعبين الشباب للحديث والتحدث مع واحد من أفضل ما أنجبت الكرة الجزائرية، صالح عصاد. قلت الكل يمر لتسلم واستلام الميداليات. الحفل الكبير قلت هي مؤشرات إيجابية جدا لأن تكون هناك مباريات كبيرة على هذا المستوى، أعراس على هذا المستوى، خاصة مع إعادة بعد هذه المنافسة التي قلت غابت لسنوات، تحضر لسنوات لتغيب لسنوات ثم تعود بعد سنوات، لكن في الأخير عادت وعادت في أحسن نسخة في أحسن صورة. نتمنى أن تكون النسخات القادمة أفضل وأحسن، وهو ممكن الاتحادية والرابطة يملكان الإمكانيات لتقديم نسخ أفضل وأحسن في المستقبل القريب. مساوي، زكريا، دراوي، طبعا صورات تذكارية مع هذه الكأس الممتازة التي هي أول لقب هذا الموسم، أول لقب هذا الموسم على الصعيد المحلي. طبعا أيوب عبد الله سيبقى أخيرا لكي يتسلم الميدالية والكأس. أيضا الشكر موصول لكل أسلاك الأمن على اختلافها التي ساهمت في إنجاح وتنظيم محكم لهذا الحفل، كما لا يجب أن ننسى أيضا عمال ومسؤولي مركب محمد بودياف، خاصة هنا بملعب 5 جويلية على التنظيم وعلى التهيئات وتحضير هذا الملعب الذي سيكون أيضا مسرحا لمباراة قوية ومثيرة في الأيام القليلة القادمة. المولودية ستواجه شبيبة القبائل يوم الخميس، شباب الوزات سيواجه اتحاد خنشلة يوم الأربعاء، المولودية والشباب يلتقيان مجددا يوم الأحد في كأس الجزائر دور 16 هنا بملعب 5 جويلية، بمعنى أن الإثارة والفرجة مضمونة. إذن أيوب عبد اللاوي يستلم ميداليته في انتظار أن يتسلم الكأس الممتاز. وفرقة HD 2 بكل تقنيها التي أيضا قامت بتقديم هذه المباراة في أحسن صورة لها، طبعا بقيادة مخرجنا يزيد بالكوت. شكر موصول أيضا لكل مسؤولية التلفزيون الجزائري لتقديم كل الإمكانات اللازمة لإنجاح هذا الحفل. وزير الشباب ورئيس الاتحادية الجزائري لكرة القدم وليد صادي يقدم الكأس الممتازة للقائد
الجزائر. ألف 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 مبروك لمولودية الجزائر، حظ أوفر شباب بلوزداد. الصور تعبر عن نفسها، والقائد